مستشفى. طب هو طلب دلوقتي مني ان انا ارد. طبعا انا مش هرد رد كبير زي ورغي والكلام ده، لا انا هقول لكم حاجه بسيطه بس. سبب المشكله ماشي ان هو عاير اخويا الصغير ومراته بحاجه مش في ايديهم ولا في ايديه ولا في ايديا. السوشيال ميديا مليانه ناس بتفرح بالحمل وبكل الكلام ده، ولكن انا لما اكون بعاير اخويا ماشي، لما اكون بعاير اخويا وانا الكبير، انا بتقول عليا الكبير، انا اكون الكبير وبنصحه تملي بالحاجات زي ما هو ما شرح كده، ويجي الاقيه بيعاير اخويا الصغير، انا لازم اشيله من حياتي خالص. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو بيقول لي دليل، انا مش هطلب دليل، لا انت اللي ادعيت ان مراتك حامل في التوقيت اللي انت قلت عليه. انا ما بقولش ان انت عندك عقم، انا بقول ان انت ادعيت ان انت مراتك حامل عشان تكيد اخوك وتعمل كده في الصورة المصغرة، وتقول ان مراتك حامل وتكيد اخوك وتعايره. فهو ساب السبب اللي المفروض الدنيا كلها عارفاه. انا دلوقتي انا نفترض دلوقتي ان انا كذاب، انا كذاب وادعيت عليه. طب انت مالك؟ مراته حامل ولا مش حامل؟ انت مالك؟ صح، انا مالي، لان اللي اتعاير هو اخويا الصغير، اللي هو لا بايده ولا بايد مراته، دي حاجه بايد ربنا. الحمد لله الاتنين ما عندهمش مشاكل، كل الموضوع ان هم متاخرين شويه، فانا ما اعايروش واقهره واعمل كده في الصوره عشان اعايره بالكذب. لو هي مراته كانت حامل بجد في الوقت ده، حسن ما كانش هيتضايق وكان هيفرح لمحمد وكان هيبارك له زي ما بارك له، والعلاقه ما بينهم جميله، وانا كنت ادعمه زي ما انا كنت بدعمه، لان انا اللي دعمت محمد وانا اللي بساعده زي ما هو ما قال، هو ذكر. انا ما اقولش ان انا بدعم اخويا لان ده واجب عليا. فلما انا الاقي اخويا بيعاير اخويا الصغير، لا انا هقف في صف اخويا الصغير واشيل اخويا التاني ده من حساباتي، لانه زي ما بيعاير اخويا الصغير هيجي في يوم لما ربنا يكرمه يعايرني انا كمان. لا ده مش ده، ما يبقاش اخ فيثبت ان انا كذاب. فده اخر ستوري. انا لما كتبت ان ده اخر منتدى فعلا من بعدها ما نزلتش حاجه على المنتدى، بس خلاص ده اخر ستوري. يوم 15 6، 15 6 الجاي، اللي بيني وبينكو انتوا ان انا لو انا كذاب هروح لايف، وانا عشان راجل انفذ كلامي، انا عشان راجل انفذ كلامي. لو انا اللي كذاب وادعيت عليه ظلم 15 6 اروح لايف وابوس الايد واعتذر وابوس الراس والرجلين كمان عشان انا راجل، لكن انا عارف ان انا صح. بس ده اللي ده اخر كلام، مش هتكلم في الموضوع ده تاني، لان انا راجل ما بخشش في الوحل، هو دخل في الوحل برجليه، وانا ده اللي انا كنت متنبئ له بيه، لان الحمد لله عندي رؤيه، مش ان انا بعرف الغيب بس عندي رؤيه، وكنت بحذره من الايه، من ان هو يمشي في السكه الشمال دي، هو مشي في سكه شمال فهو الواجب عليه بقى دلوقتي ان هو يشكرني ان انا انقذته من السجن، لان انا فعلا انقذته من السجن. لما انا نبهته ان انت في الامارات ما ينفعش تعمل حاجات شمال من اللي انت هتعملها دي، انقذتك من السجن، رجع. فانا انقذتك من السجن، فلو سمحت اعترف بان انا انقذتك من السجن، لان هو كانت خطته ان هو يسقطها. بس انا علشان انا نبهتك فانت غيرت الخطه وهتطلع من الامارات خالص، قلت ايه عشان الشغل الشمال ده مش هينفع يتعمل في الامارات فانا امشي من الامارات. فانت يا محمد انا انقذتك من السجن، المفروض واجب عليك تشكرني. وخطته ان هو كان يسقطها في الايام بتاعت وفاء وولاده وفاء، علشان خاطر بدل ما الناس تدخل تقول لي الف مبروك ويقولوا لوفاء الف مبروك، لا يخشوا يقولوا لي حرام عليك انت فرحان، هو انت ناقصك عيال واخوك مراته سقطت بالكذب. فانا عارف ان هو هيعمل كده، بس انا بوظتها لك الخطه دي علشان دي خطه. وطبعا انا ما بقولش ان هو عنده عقم ما ينفعش يخلف، لا ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله بعيال و20 عيل كمان، بس اللي كان اعلن عنه وكان بيعمله ما كانتش فرحه واحد بيخلف. احنا كلنا بنفرح، طب انا فرحان اهو، فرحان الحمد لله ربنا رزقني بعيل السادس، افرح واخويا يفرح لي، مفيش مشكله. المشكله هتبقى فين؟ لما انا اكون بفرح بالكذب عشان اغيظ اخويا، بس هي دي المشكله، هي دي المشكله. فهو دلوقتي لو حتى مراته حامل دلوقتي، لو هي حامل دلوقتي تولد في الميعاد اللي هو كان اعلن فيه، يبقى انا كده فعلا كنت انا كذاب، فساعتها هنفذ كلامي واروح ابوس الايد زي ما انا قلت لكم. اتفقنا؟ خلاص كده فهمنا، خلاص كده مش هنسال بقى ايه السبب، مش هنقعد نطلع بقى ايه حكايات وروايات، مش هنقعد نطلع حكايات وروايات ونقعد نحلل، لا انا بديكم الخلاصه، وانا ما بحبش الايه الكلام الكتير.
ما بحبش الكلام الكتير. الستوري ايه ممكن يكون طول شويه، بس فعلا ده اخر ستوري. خلاص كده، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله